لما يبقى عندك خطة تقدر تمشي عليه كأنك عندك خريطة أو الماب بتاع حياتك، الخريطة بتاعت حياتك تمشي فيه. ما تبقاش مشتت في كذا حاجة. ما تبقاش صاحي الصبح ما عرفش اذاكر عربي، ما تعرفش اذاكر انجليزي، ما عرفش اذاكر رياضة. فتبقى محدد الاسبوع ديتي اذاكر كذا في يوم كذا، اذاكر كذا في يوم كذا، في اليوم ديتي ما ذاكرتش كذا. بس برضو في نفس الوقت معك خطة، وقعت في حاجة الخطة تبقى عندك مرن، ما تبقاش ثابتة. فانت وقعت في حاجة فخلاص انا وقفت مش هقدر اعمل حاجة. لا، وقعت منك حاجة في اليوم، مثلا في يوم ما ذاكرتش مادة ما وفقتش انك انت تخلصها في يوم، حاول تقسمها على باقي الايام بتاعت الاسبوع عشان تخلصها وتبدا في الاسبوع الجاي نظيف. فتبقاش مثلا ماكم حصة فمحتاج تضغط في الاسبوع اللي بعده. لا، مش مستاهل الكلام ده. النصيحة السابعة: اختار مدرسينك بعناية. يعني ايه اختار مدرسينك بعناية؟ يعني ما تسمعش فيديو مثلا على اكتر اشهر 10 مدرسين في الوطن العربي، او اشهر 10 مدرسين علم علوم علم رياضة، وتقعد تختار